بس سريع كده، عايزين برضو نعرف، معلش انا بسأل كتير، إيه الفرق بين البيزنس التقليدي وريادة الأعمال؟ عايزين مشاركات حلوة بقى زي المشاركات بتاعت السؤالين اللي فاتوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا صاحبي. معلش اسمح لي بس صراحة أسلم على الباشمهندس ياسر، أخبار اتفضل يا سعادتك؟ حبيبي. اتفضل. يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا يا هندسه، اخبارك ايه؟ عامل إيه يا باشا؟ أحمد أحمد الجمال معاك. يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا، تشرف بيكم والله، تجمع جميل ما شاء الله، نستفيد منه كله. الله الله يكرمك يا يكرمك يا حبيبي. باشا. الله يكرمك. اساتذتنا كلهم ما شاء الله. الله يكرمك يا باشا. اتفضل يا صاحبي. بص يا باشا، دي وجهة نظري، الفرق بين الشخص اللي بيعمل بيزنس اه. ورائد الأعمال. اه. الشخص اللي بيعمل بيزنس هو ممكن يكون اللي هو التصور التقليدي بتاع الناس، ان انا عندي برودكت او سيرفيس معينه، عامل اه. بيزنس قائم على برودكت او سيرفيس معينه بهدف اه. ان انا احقق ارباح. عظيم. ببيع مثلا عربيه، ببيع عظيم. عقار، بصمم مواقع، بقدم خدمه او سيرفيس معينه للناس بهدف تحقيق الربح. رائد تمام. الاعمال هو الشخص اللي بيبقى مبدع او مبتكر، اللي تمام. بيدور على مشكله موجودة في الاريا اللي حواليه او في العالم او عند مجموعة من الناس، وهو عظيم. يوجد لها حل. يعني لو هو عظيم. مثلا في الاندستري بتاعت العربيات، فيروح عامل مم. العربيات اللي بالكهرباء، هو كده بقى رائد عظيم. اعمال. لو هو في عظيم. الاندستري بتاعت تصميم مثلا المواقع، فيعمل الحاجات عظيم. اللي هي اللي بتتعامل بشكل اوتوميشن، او ان انا بدل ما عظيم. اروح اصمم للشخص الموقع بنفسي كل مره، اصمم موقع من جديد، ان أنا يكون عندي اه. سيستم الناس زي سله واكسباند والحاجات دي. اه. فده رائد الاعمال زي اوبر، زي كريم. دي عظيم. المنتاليتي بتاعت رائد الاعمال. دي وجهة نظر. طيب، تقصد ان هي لازم تبقى حاجه فكره جديده، ولا مش شرط لازم تبقى يعني مختلفه ولا جديده؟ مش لازم تبقى جديدة ومختلفة، هي الفكرة إن أنا عندي مشكلة اه. وبقدم لها حل وبحقق منها أرباح. عظيم. وعادة الحاجات المرتبطة بإرادة الأعمال بتبقى حاجات ساس. يعني يعني مثلا إيه، زمان اه. كانت العربيات بتتعامل كاستم، كل ما الزبون يطلب عربية يتعامل مم. يتصنع عربية. فجت اه. شركة اللي اسمها فورد، كانت هي أول اه. شركة تصنع العربيات بعد كده تبيعها. اه. فبتاع فورد ده رائد اعمال، لان تمام. هو عمل حاجه بت آه، مش مش العاديه. يعني انا اه. شخص بيطلب مني، عايز موقع، فبشوف ايه اه. اللي يناسبه فصمم له الموقع، او حد عايز يعمل تمام. بلان سوشيال او كذا فبعمل له حاجه كاستم. لكن لو انا اه. عندي سيستم تقدر من خلاله تبني موقعك بنفسه، انا كده اه. كاحمد اصبحت رائد اعمال. اه. يعني معنى كده ان الناس اللي شغاله بايديها زي حالاتي وحالاتك مش رواد اعمال؟ هو حسب المثال، انا يعني بقول اه. يعني المثال مش تمام. تمام آه، يا حبيبي. ايه، تمام يا حبيبنا، تمام. انا مش قصة انا هو متفق شغال بس. بإيده ولا مش شغال بإيده. يعني تمام. قصدي مثلا في موضوع الإنتاجية، يعني مثلا اه. موضوع الإنتاجية، اه. إن أنا أعمل كورس إنتاجية، اه. ممكن يكون شيء عادي حد تمام. عامله. لكن إن أنا أعمل اه. كورس إنتاجية لأصحاب شركات الديجيتال ماركتينج، اه. بيفوكس على حاجة معينة، اه. وأقدر إن أنا أبيع منه عدد نسخ كبير قوي، اه. واوجد لهم تولز وحلول اه. تساعدهم هم. كده اه. دي اسمها بالنسبه لي رياده اعمال. انت تولز شايف ان ايه هي موجوده مرتبطه بالحل والتركيز يعني؟ بالظبط، ان انا في عظيم. مشكله وبقدم لها حل، والحل ده عظيم. قابل ان هو يدبلكيت نفسه بسرعه زي الساس، ان هو انت مش لازم كل مره انت تتدخل عشان مم. توجد البرودكت يعني. تمام. دي وجهه نظر. عظيم يا استاذ. عظيم يا استاذ. مين تاني حابب يشارك؟ احنا عددنا ممكن مش كبير، اشارك فكل شويه حد مم- هيشارك بقى. اتفضل. اتفضل. ممكن اتفضل يا اشارك يا استاذ. استاذ محمود.
اتفضل يا صاحبي. هو انا عندي منظور مختلف شويه لايه لرياده عظيم، دي احلى الاعمال. حاجه، احلى حاجه المنظور المختلف ده. يعني انا شايف، يعني احنا مأورينها قوي في القصه بتاعت ايه رياده الاعمال. يعني انت حضرتك انت قلت مثلا البيزنس التقليدي. فهو اه البيزنس التقليدي من ايه؟ من اسمه حاجه اه ايه تراديشنال ومجربه. يعني نقدر نقول ان البيزنس موديل بتاعه معروف ومجرب، والمخاطر بتاعته بتكون ايه؟ اه. اقل بكثير يعني. اما عظيم. فكره إيه لو بنتكلم على رياده ايه الاعمال، انك انت بتتحمل ايه مخاطر ايه كبيره جدا، نتيجه ان انت ممكن تكون هتشتغل على حل المشكله موجوده في السوق، والحل ده جديد. فدرجه اه الريسك او الخطوره بتكون عاليه. اه. ولكن الحاجه اللي فيها انوفيشن قوي مم. هي بتندرج تحت ايه؟ الستارت اب. ولكن انا عظيم. شايف الحته اللي انا مختلف فيها شويه، ان انا شايف ان رياده الاعمال هي العباءه اه. الايه الكبيره، اللي هي بتضم مم. تحتها المشروعات الايه التقليديه العاديه، من اول واحد ايه بيعمل محل اللي بيع مستلزمات ايه اه منزليه او غذائيه او كلام من ده، اه لغايه واحد بيعمل نفس البيزنس ولكن بيعمل عليه شويه ايه تعديلات مختلفه عن البيزنس الايه التقليدي، فيبدا اه. ايه يندرج تحت ايه رياده الاعمال. انما عظيم. لو بنتكلم على الستارت اب، فالستارت اه اب ده هو قائم على فكره ايه؟ انوفيشن، ان انت بتوجد فكره جديده بتحل بقى مشكله موجوده في الايه في المجتمع. انما الكل عظيم. بيندرج تحت عباءه رياده الاعمال. عظيم. ده وجهه نظري يعني. هو ده، هو انا بتفق معاك طبعا، هو ده الغرض من طرح السؤال، ان في ناس بتتخيل ان رياده الاعمال هي الستارت اب. لا، ده فهو ده كمان في ده في اه. اكتر من كده. اتفضل. دكتور اتفضل يا محمود، استاذ. اتفضل. هو القصه كلها ان الناس بتبقى معتقده ان رائد الاعمال هو اللي معاه كل الايه الادوات وهو انجح شخصيه. لا، هو رائد الاعمال هو مم. زي ما بيقولوا كده بيقتحم الايه الصعاب. ولكن هو اه. خلي بالك على فكره، تبقى درجه المغامره عنده مم. واقباله بعواطفه اكتر من عقله اه بتبقى مبالغ فيها جدا. لذلك كتير جدا من الناس اللي بتخش في الستارت اب اه بتفشل نتيجه الايه الاندفاع ده، على اه عكس انك تكون ايه محكم ايه عقلك اكتر ووازن امورك. اه يعني تلاقي شخص هو فكره ريادي ولكن ما اه عندوش درايه بادوات اداره الايه الاعمال، فبيخش اه. يلبس يعني في حيطه. ما عندوش اه بيزنس وايز، وفي نفس الوقت بالظبط. فاشل فمش للفكره قوي. زي الناس، بالظبط مش زي الناس اه ما هي ايه متصوره ان ايه لفظ ان انا يطلق علي رائد اعمال ان انا اه شخص ناجح بالايه بالضروره. ده مش حقيقي. اه اه يعني إن احيانا كتير جدا بينقصوا الجزء الايه الفني، فبيكون محتاج اه ان هو يكتسب ايه مهارات اداريه. يعني بمعنى ممكن يكون شخص هو دخل السوق بايه بفكره جديده عشان يعالج ايه مشكله، وتلاقي عقليته اكتر مرتبطه بالار ان دي، ولكن ما عندوش سيطره تامه على الايه على اه المشروع. لذلك في بعد هو المشروع بيبدا ياخد ايه شويه خطوات فيه. انا اه وجهة نظري ان هو بيبقى محتاج ان هو يجيب الراجل المناسب في المكان المناسب. يعني اه. كتير جدا هو ممكن ما يكونش على فكرة عنده قدرة على إدارة الايه المشروع، هو ممكن يكون المشروع صاحب طبعا. الفكرة. وبالتالي اه محتاج رائد الاعمال ده ان هو يجيب مدير شاطر، يجيب مدير مالي، يجيب مدير اه مبيعات في تخصصه ايه شاطر. فكل اه ما ما قدرته بتزداد على القيادة، ان هو يحط الايه الناس في اماكنها الصحيحة بينجح. اه. ولكن عظيم. طول ما بتظل مسيطره عليه الفكره الايه النرجسيه اه والاندفاع في الاغلب بيفشل. عظيم. اضافه مهمه جدا. الله يكرمك يا استاذ. الله يكرمك حبيبي. حد تاني؟ طيب، هي كلها وجهات نظر طبعا سليمه جدا، ما نقدرش نتكلم فيها في اي حاجه، وكلها من منظور مختلف. منظور هنا انه ما فيش اي فرق بين رائد الاعمال بتاع النهارده والراجل، رجل الاعمال بتاع زمان، غير التوقيت. يعني هو الهدف من السؤال كان ان الناس بس ما تقعش في الفكره بتاعت انه رائد الاعمال هو اللي عمل ستارت اب. تمام. وان في وش كتير في النقطه دي بيشتت الناس. بس انا بشوف انه هو ما فيش فرق غير التوقيت. يعني زمان قوي من 100 سنه كان هيبقى صاحب البيزنس ده كان هيبقى اسمه معلم. من 50 سنه كان هيبقى اسمه رئيس مجلس اداره او اسمه بص. من 200 سنه كان هيبقى اسمه اسطى في الدوله العثمانيه. تمام.
فدلوقتي هو اسمه رائد اعمال، تمام. اللي انا شايفه انه هو رائد اعمال، او المصطلح ده جاي من توجه السوق. السوق النهارده عايزك تبقى رائد اعمال. يعني السوق النهارده اتطور لمرحله اللي هيمشي فيه واللي هيواكب السوق فيه محتاج يبقى عنده فكر ريادي، يبقى صاحب عاليه رائد اعمال. رائد الاعمال او من اهم مميزاته او التوجه بتاعه في السوق انه مركز على العميل. يعني شخص مركز على العميل ومركز على اللي بيقدمه اكتر من تركيزه على الربحيه. هو عارف ان في ربحيه جايه وعامل حساب الربحيه وباصص على الربحيه على بعيد، بس هو مش كل تركيزه النهارده على الربحيه. 1+1=2. زي مثلا رجل الاعمال التقليدي. رجل الاعمال التقليدي مثلا بيبص لها حسابات 1+1=2. انا هكسب منك ايه دلوقتي؟ رائد الاعمال لا، بيبص لبعيد، بيبص اللايف تايم فاليو او القيمه الكليه بتاع العميل بتاعه كام، فممكن يعدي له حاجات رجل الاعمال التقليدي ما يعديهاش، وممكن يقدم تنازلات رجل الاعمال التقليدي ما يقدمهاش. فاللي انا اقصده ان هي جايه ان هو السوق نفسه بيتطور وبيطرح المفاهيم دي وبيطرح التوجهات دي. فحتى لو انت النهارده مش رائد اعمال، هقول لك من الافضل ليك تبقى رائد اعمال علشان تبقى مواكب السوق ايا كان مجالك وايا كان انت بتعمل ايه. حتى لو انت بتعمله ده مش حاجه اختراع زي الستارت اب مثلا. تمام. طيب. والله يا دكتور محمود، من اتفضل. الاساءه للكلمه، الواحد دايما لما بيتسال، انا من الناس اللي يعني تقريبا عمري ما بقول لي انا رائد اعمال على الايه، على الاطلاق. انا دايما اقول انا اه. صاحب عمل. اه. لان ايه، الواحد حاسس ان ايه، سمعه كلمه ايه رائد اعمال دي بقت ايه، سيئه السمعه. ما هو نتيجه علشان الخلط آه، في المفاهيم اللي حاصل ده، وعلشان الكلام الكتير اللي هو بيشتت الناس، مش بيوصل لك المعنى آه، الحقيقي بتاع الكلمه. انما بالظبط. الرائد اعمال ده حد بيقدم حلول زي ما الاستاذ احمد قال، تمام، ومركز على السوق ومركز على العميل بتاعه. يعني زي جيف بيزوس دايما لما يجي يتكلم يقول لك انا تركيزي في امازون على العميل، مم. تركيزي على العميل. زي الناس بتوع ابل تركيزهم على تجربه المستخدم. فهي القصه كده ان انا مش تركيزي على الربحيه بشكل كامل، او بمعنى اصح مش باصص تحت رجلي. تمام. صحيح. ده اللي السوق عايزه النهارده، لان مع المنافسه مش انت بس اللي بتقدم الحاجه. فالنهارده انا عندي واحد عامل عليا وعندي واحد مش فارق معاه، هروح لمين؟ بالتاكيد مع الوقت واما اتاكد ان انت اللي عامل عليا هجي لك انت. مم. طيب. حسن او اساءه استخدام وقتك هي اللي بتحدد نجاحك. تمام. احنا مش